السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معتز في قناة حكاوي تاريخ. ادعوا لأبي برحمة والمغفرة وصلي على النبي. يلا يا عزيزي نبدأ القصة. بص يا سيدي، بعد ما مصر كانت بقت مولعة والنيل زعلان ومفيش حد فاهم مين بيحكم، كل حتة فيها ملك وكل قرية فيها واحد حاطط تاج من ورق بيقول أنا فرعون. الدنيا كانت سايبة خالص والناس زهقت من الفوضى، لحد ما طلعت عيلة من هيراكليوبوليس اللي هي بني سويف دلوقتي، وقالت إحنا اللي هنرجع الكلمة تمشي في البلد دي من تاني. العيلة دي اسمها الأسرة العشرة، وأولهم كان الملك خيتي، راجل جدع وبيفكر بعقله مش بعضلاته. قالك هنرجع العدل والنظام والزراعة تمشي والمعابد تتبني والدنيا تتظبط. بس في الشمال لسه بقايا الأسرة التاسعة قاعدين على الكرسي مش راضيين يقوموا، فبدأت خناقات زي خناقة الجيران على حيط البيت. كل واحد بيقول أنا الملك الشرعي. خيتي وابنه بعده حاولوا يوحدوا مصر، بس الحرب كانت شغالة نار، وكل يوم حد جديد يطلع يقول أنا الحاكم. وفي الآخر جه ملك اسمه ميريكارع. ده كان راجل حكيم بيكتب نصايح لابنه، كأن بيقول له خليك طيب يا ابني، بس خليك ماسك الكرسي كويس. بس برضو الدنيا كانت ضدهم، لحد ما ظهرت عيلة جديدة من الجنوب قالت احنا مش جايين نصلح، احنا جايين نحكم بجد. وهنا دخلنا على الأسرة ال11. العيلة دي طلعت من طيبة الأقصر دلوقتي، وكان أولهم راجل اسمه انتف. بدأ بهدوء وذكاء، لكن اللي جه بعده قال كفاية هدوء، وقت الحرب. راح مكمل حروب الوحدة. ولما جه البطل منتحتد الثاني قال أنا مش هسيب البلد متقسمة تاني، مصر لازم تبقى واحدة. وراح مطلع حملة عظيمة ووحد مصر كلها لأول مرة بعد سنين الفوضى، وبكده رجعت مصر تبقى قوية ومتوحدة، وبدأ عصر الدولة الوسطى. العيلة اللي بعدهم بقى كانت قمة في النظام والهيبة، وهي الأسرة ال12. ودول بقى جايين يقولوا إحنا مش هنكمل بس، إحنا هنخلي مصر تشتغل بعقل وتكنولوجيا. أولهم أمنمحات الأول، الراجل اللي قرر يعمل عاصمة جديدة في النص بين الشمال والجنوب، وقالك نسميها إثتاوي، يعني اللي بتمسك الأرضين، عشان يبقى ماسك البلد بإيده اليمين والشمال في نفس الوقت. بس للأسف اتغدر بيه في الآخر زي أبطال الدراما المصرية. بعده جه سنوسرة الأول. ده بقى راجل عملي جدا، خلى البلد تمشي على السطر وبنى المسلات والمعابد، وكان بيقول أنا مش بسيب حاجة تتعمل نص نص. وجه بعده سنوسرة التاني اللي كان بيحب الزراعة، قالك البلد تعيش من الزرع مش من الحروب. وراح عامل مشروع ري ضخم في الفيوم، يعني أول مهندس زراعة رسمي في التاريخ. وبعدين جه الوحش سنوسرة التالت. ده بقى رسد مصر وقتها، الناس كانت بتقول عليه رمسيس زمانه. دخل حروب وحمن حدود، واللي كان بيقرب من النيل كان بيتربى. وبعده جه أمنمحات الثالث. ده كان عبقرية هندسية بمعنى الكلمة، عمل مشاريع ضخمة وبحيرات ومعابد، وكان بيتابع بنفسه كأنه بيقول محدش ينام إلا لما الطوبة دي تتعدل. وفي الآخر حكمت الملكة سبك نفو، أول ست تحكم مصر بعد سنين طويلة. كانت ست جدعة دماغها تقيلة، بس حكمها ما طولش، وبكده خلصت الأسرة الثانية عشرة، وسابت وراها مجد ونظام وشغل نضيف ما يتكررش. الدنيا بعد الخراب، والأسرة الحادية عشرة هي اللي رجعت الوحدة، والأسرة الثانية عشرة هي اللي قالت كفاية حروب، نبدأ نبني بجد. دول التلات أسرات اللي رجعوا مصر للمجد بعد الضياع، وعملوا منها بلد واقفة على رجلها. وهنا خلصنا القصة، وما تنسوش الاشتراك واللايك، وسلام.